أيها الأحبة الكرام، وما زلنا في طريق الموت نمضي ونسير، يوشك الركب أن يصل، فكم في كتبنا من سهو وخلل، وكم في أعمالنا من أخطاء وذلل، وشمس أعمالنا على أطراف الذوائب وقد اقترب الأجل. فليسأل كل منا نفسه في صراحة وخشوع وتفكر وخضوع: أين الأهل والأحباب؟ أين الآباء والأجداد؟ ستجد الجواب مصحوبا بدموع العين وأزيز القلوب. هم تحت طيات الثرى والتراب. فقدم لنفسك خيرا وأنت مالك قبل أن تصير وحيدا في قبرك ولو حالك حالك. فلست والله تدري أي المسالك سالك، إما إلى جنات عدن أو في المهالك هالك. أيها الأحبة الكرام، ونحن في هذه الأمسية القرآنية المباركة نتذكر كم المآسي وكم اللحظات التي عاشتها هذه الأسرة الطيبة وهم يتذكرون فلذة كبدهم وما ألم به في مصابهم الجلل، وكم عانوا مرار المعاناة وهم يطلون الأيام طيا، لا يغمض لهم جف ولا تجف لهم دموع، ولكنهم كانوا يحتسبون الأجر والثواب عند الله، يثقون تمام الثقة في قدرة الله تبارك وتعالى على أن يختص لهم في مصابهم. وكان الجواب صادق عهد من الله تبارك وتعالى مطمئنا قلوبهم في كتابه الكريم، فقال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فأسأل الله العلي القدير أن يثلج صدورهم بالصبر والسلوان، وأن يأجرهم في مصابهم عظيم الأجر والثواب. أيها الأحبة الكرام، امتدادا لهذا العطاء القرآني الرباني المحمدي في هذه الليلة القرآنية المباركة، يطيب لنا أن نستمع إلى فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية الذي يلقيها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ عبد الله رزق المبتهل باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية. بقلوب صادقة مطمئنة ندعو له بالتوفيق والقبول، ولنا جميعا بحسن الاستماع. فليتفضل فضيلته مشكورا من ربه مأجورا. أمان الخائفين مجيب المضطرين سبحانه بحال العباد عليم. لا
به نؤمن وعليه نتوكل وبسنة نبيه المصطفى سبحان ربي العظيم. سبحان ربي الحليم. سبحان من هو بحال العباد عليم. سبحانه وتعالى سبحان الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر واغفر لفقيدنا جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا يا أكرم الأكرمين سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم. سبحان من عنت هو آخر هو ظاهر
سبحان من عنت الوجوه سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم سبحان من عانت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه حمدت من لم يجد بالصبر إلا وبالرضا والقضاء لي قدر الله حمدت من لم يجد بالصبر إلا
حمدت من لم يجد بالصبر إلا حمدت من لم يجد بالصبر إلا قدر الله وقلت للنفس قولا ليس ينساه يا نفس صبرا على ما قدر الله وسلمي تسلمي فالحاكم الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن عملت حاجة بس كده انت بقى خلاص سيبها تفتح بقى سيبها تفتح انت بتطلع عندي في البث بقوش الولد دي انا مش هسيبك النهارده جميل قول الله انت عليك وقلت للنفس قولا يا ولد يا نفس صبرا على ما قدر الله وسلمي تسلمي فالحاكم يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن
والله ما شفت حاجة. الله يكرمك. سامي الأداء وأمارة المجرم اشتغل. دي حاجة بيني وبينه. بينك وبينه؟ لا والله. الله يبارك لك. وسلمي تسلمي فالحاكم الله وسلم الأمر لله وسلمي تسلمي فالحاكم الله يحدث بعد العسر ميسرة لا 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 تجزعن فإن والله ما شفت حاجة. حبيبي 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 يا سيدنا النبي من حب قلبي للحبيب محمد من حب قلبي لسيدنا النبي من حب قلبي سمعني الصلاة عليه من حب قلبي للحبيب محمد نلت المنى بل نلت كل مرادي أنا يا حبيبي أنا يا سيدنا النبي في صلي على سيدنا النبي ونقول جميعا في مثل هذه الإشراقات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك حبيبي صلى الله عليه وسلم بذكر المصطفى تحيا القلوب بذكر سيدنا النبي تحيا
تحيا القلوب وتغتفر الخطايا وتغتفر الخطايا والذنوب نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب صلى الله على محمد صلى يا آل بيت النبي يا آل طه عليكم حملتي حسبت إن الضعيف الهزيم على الأجواد محمول وجئتكم بانكسار نحو حيكم أقول أرجو القبول تكونوا أنت مقبول صلى الله على محمد سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. طب هنقول ايه بعد عبد الله؟ الشيخ عبد الله بقى له خدت كل حاجه وانت ماشي يا عم الشيخ عبد الله، انت والشيخ محمد وفيه بقى. لله في الخلق ما اختارت مشيئته، ما الخير الا الذي اختاره الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. تجري الأمور بأسباب لها علل، تجري الأمور على ما قدر الله. إن الأمور وإن ضاقت لها فرج، كم من أمور شداد فرج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير إن الفارج الله.
وهكذا أيها الأحبة الكرام عشنا وإياكم مع فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية ألقاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ عبد الله رزق القارئ والمبتهل باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، وامتدادا لهذا العطاء القرآني الرباني المحمدي في هذه الأمسية الدينية والتي أقيمت تكريما وتخليدا لروح الشهيد يوسف أحمد جودة، الذي أسأل الله العلي القدير أن يأجر أهله في مصابهم خير الأجر والثواب.